السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ما جبت لكمش وصفة، جبت لكم تدبيره كيفاش نخبوا الحشاوش نتاعنا. بما انه جاي رمضان ان شاء الله، كامل نحتاجو معدنوس، حشيشه، نعناع، حدو صوالح، الكرافس نحتاجوهم يعني. وممتون كما تعرفون هما حساسين يعني، تمتم يدبالوا ويخسروا ويخمروا ونضطروا باش نرميوهم. اليوم كتدبيره باش نتفاداو رمي هاد الحشاوش تاعنا. عطيت لكم، راح نجيب لكم درت لكم تدبيره كيفاش نخبيوهم عفوا اطول مده يعني، حتى وما تحتاجيهمش في هذاك اليوم ولا اليومين ولا ديك السمانه يعني. حيقعدوا لك اكثر من 15 يوم مخضوره كانهم جدد، كانك هذا وين شريتيهم. باش يعني هذه ماشي كما يقول لك، هذه ماشي جبتها لكم هكاك يعني، جربتها وصح صدقت لي وصح. زعما بهذه الطريقه راني ما نرميش كامل الحشاوش اللي نشريهم. شوفوا هذه هنايا، هذو عندهم اكثر من 15 يوم يعني، والله العظيم غير عندهم اكثر من 15 يوم وهما هكا يعني، هما هكا يبانوك شغل هذا وين شريتهم. لا والله العظيم عندهم اكثر من 15 يوم من اللي شريتهم. هاوليك نعناع، هايلك حشيشه معدنوسه. برك دوك نقول لكم كيفاش نستحفظوا عليهم يعني. انا الزوج تاعي جاب لي كميه من الحشاوش. هايلك هنا في ذي الوصفه واش نحتاج بورتمونجي يعني، اي بورتمونجي تكون عندك في الدار، اي بورتمونجي تكون عندك في الدار تكون نقيه وناشفه، هذا هنا ضروري. نحتاج ثاني ورق هذا يعني، هذا البابي، هذا ورق الماس اللي يشرب الزيت. نحتاج هكذا نغلف بها البورتمونجي نتاعي بهذه الطريقه. شوف يعني نفرشها من تحت. اول حاجه اللي لازم نديروها واش نديرو، الحشاوش نتاعك ما تغسليهمش، تغسليهم لو طون اللي راح تستعملهم، ما تغسليهمش. خليني نقول لكم يعني ناكد، ما لازمش يتشمخوا وما لازمش يتغسلوا. اول حاجه كما قلت لكم ما لازمش يكونوا مشمخين. ثاني حاجه انك تتفقدي يعني تشوفي اللي خامجه ولا اللي مشمخه ولا اللي خاسره نحيوها، ما نستحفظوش بها. كيما شوفوا هنا هذو ذابلين راح يخمجوا، هنا ما لازمش نديرها. كيما راكم تشوفوا هذه الصفرة ثاني كما لازمش نديرها يعني. نقيها هكاك هكا، نديرهم هنا في بورتمونجي. شوفوا نستفهم عادي برك. وشنو كما قلت لكم نتفقدوا برك اللي حتكون حتخسر ما لازمش نخبيوها، واللي تكون ثاني كراها مشمخه ما لازمش نخبيوها. شوف هنا عندي هذو الورقات راهم مشمخين، شوف عندي هكا يتنحاو بس هادو لا كان خليناهم هما اللي حيخمجوا لنا الحشيبش تاعنا. فوالا هكا يعني نقيتهم يعني، نحيت لهم ديك المشمخه ونحيت لهم هذيك الزائده عفوا. درك هنا واش راح ندير، هذه بالنسبه للنعناع. شو ايضا جاب لي تشكيله. شوف هما دي فوا يعطوهم مشمخين، فوالا كيما هادو راه مشمخين. هنا انا واش ندير كيما قلت لكم نفس الطريقه، نحي هذا الصفوره هذو اللي راح يتعرضوا للتلف يعني، حيتعرضوا باش يخسروا. نحيهم هكذا، نتفقد من كافه النواحي الحشيشه حتى من الداخل تاعنا. فوالا نحي هذه الزياده التحتانيه هكذا بالطريقه هكذا، ونخليهم ينشفوا يعني، نخلوهم ينشفوا وحدهم بيسك راهم منديين. شوفوا هنا راهم منديين. بعد ما ينشفوا راح نحطهم مباشره مع النعناع اللي كنت درته. فوالا هكذا نكمل هذه اللي جابها لي يعني، راني مباشره ندير معكم، ما حبيتش نخليه مده ونوريكم لا فيديو، حبيت نوريها لكم على المباشر. نحيو هذه الزياده هكذا، هذه زياده هكذا. فوالا راهم منديين توجور، ياك شتو ما يرشيوهم باش يبقاو جدد.
انا هنا نخلوهم ينشفوا وحدهم هكاك. بعد ما ينشفوا راح نحطوهم مباشره في البورتمونجي ونغلق. كي نجي راح نحتاجهم نجبد، يعني نجبد عادي، نجبد عادي الكميه اللي راح نستعملها، ونغسلها ونحضر بها واش حبيت نطيب بها. وشنو ثانيك يعني باش تكونوا ثانيك على بالكم، يعني من حين الاخر بعد 3 ايام 4 ايام نتفقدوهم، نشوف اللي صفارت نحيها ولا اللي تجي حتخسر نحيها. مي هذا هو باش هذا هو الشرط الوحيد باش تبقى لكم المده طويله جدا، يعني بلا ما راح يتلف، راح يبقى لكم هكا جديد وكانك هذا وين شريتيه ولا هذا وين نحيتيه من البستان تاعك. ان شاء الله التدبيرات تاع اليوم تعجبكم وتنال اعجابكم وتجربوها وتخليوا لي في التعليقات. هاوليك دوكا انا هنا حنحطو هكذا فوالا مام هذه هكذا نحطها هكا. عندي هذه ثاني كزعيتره نحطها في باطه وحدها صغيره. هاي ليك الحشاوش تاعي هكذا، ونقفل عليهم بالبورتمونجي هكا ونخبيهم في الثلاجه، يعني نخبوهم في الفريجيدير. اي وقت نحتاجهم نجبدهم ونستعملهم. ما كاين ني قاروره ني مجمد ني فلما ني والو. هذه الطريقه الصحيحه ولا الصادقه 100% اللي باش نستحفظوا بها على الحشاوش نتاعنا، يعني مجربه. انا هذه الطريقه جربتها شحال من خطره وشحال من مره نشري الحشاوش نتاعي ونخبيهم، والدليل على ذلك ها هي وين الحشيشه نتاعي هذه والنعناع نتاعي عنده اكثر كما قلت لكم اكثر من 15 يوم وهو في هذه لابورتمونجي ودخل الثلاجه. كل ما نستحق نجبد نستعمل ونعاود نعاود نشوف كيما هكا ديفرنسيبهم هكا صفار وهذوما نرميهم. انا هذو طبعا مش حنستهلكوهم. شوف هذه هكا نرميها ونتفقد. شوفوا هكا دائما نصيبوا حبيبات يعني وريقات صفوره، هذوك نحوهم حنا مش حنستهلكوهم ولا كان غفلنا عليهم ونخليوهم راح يخسرونا الحشيشه نتاعنا. يعني هذه طريقه مضمونه 100% عن تجربه. جربوها في شهر رمضان ورجعوا لي بتعليقاتكم، ومش راح تندموا على هذه الوصفه، والله ما حتندموا عليها. يعني وصفه استهلاكيه كما يقول لك، وصفه صحيحه ومجربه 100%. يعني مانيش نشكر في روحي ولا مي هذه هي الطريقه. لكن حبيتوا الحشيشه نتاعكم تستحفظوا عليها وتبقاكم مده طويله خضراء ومنعنعه، ديروا هذه الطريقه اللي عفوا اللي قلت لكم عليها بركه. وسورتو راه جاينا رمضان ونحتاجوا بزاف هادو الصوالح ونحبوا نستحفظوا عليهم، بصح الله غالب تصيبيهم توجور راح يخسروا ولا خسروا يوم يومين، يعني بالكثير 3 ايام لازم تستهلكيهم ولا ترميهم. بصح كي بهذه الطريقه راح يقعدوا لك اكثر من 15 يوم وهما شادين رواحهم وهما يبانوا جدد ويبقاو جدد. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم وتنال اعجابكم. واللي دخلت القناه تاعي مرحبا بك، ودعمينا باشتراكك وبتعليقاتك وبالجيم تاعكم اللي عجبتكم الفيديو تاع اليوم. واللي ما عندهاش عندها اي استفسار ولا حاجه تخلي لي في الكومنتير، راح ناخذ التعليق بعين الاعتبار. ونقول لكم الى اللقاء الى الفيديوهات القادمه ان شاء الله. مع السلامه، وان شاء الله نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. مع السلامه صديقاتي واحبتي في الله.